بأداء دفاعي مهتز وتضييع فرص من محمد شريف بشكل مبالغ فيه، الاهلي ينتصر على طلائع الجيش 2-1. هتقول لي الاداء وحش والاهلي ما كانش في احسن حالته، هقول لك المهم خدنا الثلاث نقط. اهم حاجه في ماتشات كده بتعدي على الفريق لازم تخلص منها وتاخد الثلاث نقط وننساها وما نفتكرهاش تاني. المباراه دي من المباريات دي لازم ننساها، خدنا منها 3 نقط نمحيها من ذكرياتنا. الشوط الاول بدات معالمه السيئه في الدقيقه 12 لما اكرم وقع وحسسنا ان هو اتصاب اصابه قويه جدا، لما لعيبه طلائع الجيش داست على ايده، بس الحمد لله مرت على خير واكرم قام تاني. بعد كده الاهلي سيطر على المباراه بس سيطره سلبيه ما استفدناش منها اي حاجه. كل اللي احنا عملناه بناخد الكوره باصات كتير لكن بنوصل للجول لا. وكالعاده انت ما استغلتش الفرصه اللي جات لك. في الدقيقه 25 تيجي كوره من ورا اكرم توفيق توصل لاحمد متعب، احمد متعب يدخل، الشناوي يتباطئ بشكل غريب، يطلع ويرجع يطلع ويرجع، احمد متعب يحطها في الجول. الحكم يقول في الاول ان هي اوفسايد بس بالفار لما عادها تاني الجول 100% صحيح. طول الشوط الاول 45 دقيقه من ولا حاجه، احنا ما بنقدمش اي حاجه، مفيش اي حلول للتكتل الدفاعي اللي كان عامله النهارده كابتن محمد يوسف بشكل ممتاز جدا مع من لعيبه طلائع الجيش. بالرغم ان احنا عندنا سرعات، سافيو كان بيلعب، محمد شريف كان بيلعب، واحمد عبد القادر كان بيلعب، لكن مفيش حد فيهم كان عنده الحلول ان هو يعرف يخلص بسرعه اي فرصه بتجيله او يتخطى خط الدفاع اللي كانت عامله طلائع الجيش. تخلص 45 دقيقه من اسوأ ما يكون من لعيبه الاهلي في الشوط الاول، ونقول يا رب ان الشوط الثاني يكون احسن بكتير من اللي احنا شفناه. في بدايه الشوط الثاني تحس ان لعيبه الاهلي ما كانتش مستوعبه ان الكوره اللي بتتلعب في الجبهه اليمين بتاعتنا من ورا اكرم توفيق ان هي هتتكرر كتير، لان لعيبه طلائع الجيش خلاص بقت عارفه ان في ثغره هنا وبتتكرر تاني، ولولا ستر ربنا الهجمه دي عدت على خير وكان ممكن تبقى الهدف الثاني لطلائع الجيش. في الدقيقه 52 سافيو يقدم لقطه جميله جدا ويتحرك على حدود منطقه الجزاء ويعمل عرضيه نموذجيه على راس احمد عبد القادر اللي اتحرك لها بشكل جميل جدا ويجيب الهدف الاول للنادي الاهلي. والله العظيم في الدقيقه 59 ديانج اللحظه كده اربكني، حسيت ان انا مش عارف هو الاهلي بيهجم يمين ولا شمال. ديانج خد الكوره وراح ناحيه منطقه الجزاء بتاعتنا وادى كوره للشناوي خطر جدا، بس الشناوي يعني اتصرف فيها يعني زي الكتاب ما ممكن ما نقولش الكتاب زي ما الكتاب ما قال، بس اتصرف فيها على الاقل وطلعها، لان هي بجد كانت كوره خطر جدا، ولولا ان الشناوي طلعها كانت ممكن تبقى هدف مليون في المية. في الدقيقه 64 عمرو رضوان يرتكب خطا كارثي ويكلف فريقه ضربه جزاء بعد ما عمل تدخلين على لعيبه النادي الاهلي، الاول ناحيه اكرم توفيق والثاني على سافيو. انا ما كنتش عارف بصراحه لعيبه طلائع الجيش بتعترض على ايه. كره ضربه جزاء ما فيهاش اي كلام، اذا كان ما اتحسبهاش على اكرم هيحسبها لسافيو، يعني الكره واضحه جدا. بعد كده تقريبا رضوان كان مصاب واتبدل ونزل مكانه عماد السيد الخبره، لكن السوليه قدر ان هو يجيب ضربه الجزاء ويجيب هدف التقدم واللي حسم للاهلي المباراه دي. بصراحه النهارده اللاعب اللي اسمه احمد متعب لاعب طلائع الجيش قدم مباراه ممتازه جدا وازعج بشكل كبير اكرم توفيق. اكرم توفيق النهارده ما كانش في افضل حالاته، واحمد متعب فعلا عمل عليه مباراه ممتازه. برافو احمد متعب ولاعب فعلا نموذج حلو وقماشه حلوه. وكعاده مباريات طلائع الجيش قدام النادي الاهلي الاخيره اللي بيقدم فيها مفاجآت واداء غريب، مش غريب قوي ممكن نقول ممتاز. في الدقيقه 88 كريم طارق يستغل خطأ ما بيحصلش الا كل 100 سنه تقريبا من اكرم توفيق ويعدي من ناحيه اليمين ويعمل عرضيه جميله جدا للمهاجم بتاعه اللي بيجيب الكره في الهدف الثاني. خلاص احنا قلنا كده خلاص التعادل ومباراه طلائع الجيش هيستمر عقدته مع النادي الاهلي، بس مع الاعاده والفار نعرف ان مهاجم طلائع الجيش جاب الكره بايده، عايز يعمل فيها مارادونا يعني، بس المهم الحكم يلغي الهدف ويديله انذار. والحمد لله مش هتكلم بعد كده ايه اللي حصل، المهم الدقايق عدت على خير والاهلي كسب المباراه وعدى منها بسلام والحمد لله. اعتقد مع كولر فكره ان الاهداف او المباريات اللي بتعدي بالشكل ده والثلاث نقط ما بتغطيش على الاخطاء اللي ارتكبها اللعيبه. كولر اعتقد ان هو بكره او خلال التدريب اللي جاي هيكلم اللعيبه ويعنفها على بعض الاخطاء اللي النهارده ارتكبناها، واعتقد اكتر واحد ممكن النهارده يتلام هو محمد شريف. محمد شريف فعلا اهدر النهارده كميه فرص غريبه جدا. يعني ارجوك يا محمد انت بتاخد فرص كتير مع الفريق، لازم تستغل الفرص دي بانك تجيب اهداف عشان ترجع تاني للفورمه بتاعتك، لكن بالمستوى ده اعتقد هيكون فرصك هتقل شويه، خاصه ان شادي حسين ممكن ياخد الفتره الجايه الفرصه عليك. مباراه وعدت والحمد لله، مبروك لينا، مبروك للجماهير النادي الاهلي. الاخطاء نصححها والمباراه الجايه خلاص بقى نشوف اداء احسن من كده عشان بجد اعصابنا ما عادش تستحمل.